احنا دلوقتي في الصاله بتاعه المحله بتاعه ابو باسم. يعني صاله معقوله والاثنين حمام موجودين فيها. وزي ما انت شايفه العميل حتى الاجنبي خليناه ياكل طواجن. هنخليه يروح يتكلم عكاوي، ما هو ما يعرفش ايه العكاوي. طب انت عارفه ايه العكاوي؟ ايوه انا عارفاها دي. ايه هي؟ برافو عليكي، شاطره. فالديل ده بيبقى طعمه جميل جدا، برغم ان الناس اول ما تسمع الكلام ده يصلها اشمئزاز، لكن لما بتاكله بيبقى حاجه خطيره يعني. فخلينا الاجانب ياكلوا الحاجات دي. ودليل ان احنا احسن الحمد لله، او مش احسن، من احسن الناس، مش هقول احسن الناس. دي شهاده خدناها سنه 91 بتقول ان محل ابو باسم واخد جائزه الراي العام الدوليه في انه احسن مطعم كباب، وصاحبه الحاج حسن عبد الله محمد الله يرحمه يعني. الوالد الله يرحمه يعني. حاجه جميله وعمل شغل جامد وربنا يرحم الجميع يعني. وكان حاجه جميله صراحه يعني. بس يعني الحاجه اللي حابب تختم بيها؟ الحاجه اللي اختم بيها انه يا جماعه احنا عندنا حاجه كويسه، وان شاء الله اما تيجوا هتلاقوا حاجه تسركم. واحنا بنعمل كل الكلام ده عشان العميل ينزل مبسوط وينزل مستريح وينزل ان هو واكل اكل مظبوط. شكرا.